النادي الأهلي بدأ المباراة بنفس التشكيل اللي كان بيلعب بيه في مباراة العين. الاختلاف الوحيد هو إن ياسر إبراهيم كان قاعد على دكة الاحتياط، وفي المقابل يوسف أيمن كان هو اللي بادئ المباراة. وعشان نفتكر مع بعض التشكيل، فكان الشناوي في حراسة المرمى، وقدامه قلبين الدفاع رامي ربيعة ويوسف أيمن، وعلى يمينهم أكرم توفيق، وعلى شمالهم عطية الله أو يحيى عطية الله، وقدامهم أحمد حسن كوكا ومروان عطية كلاعبين خط وسط مدافعين. قدامهم إمام عاشور كنمرة 10، وعلى يمينه طاهر محمد طاهر، وعلى شماله حسين الشحات، وفي المقدمة وسام أبو علي. النادي الأهلي عمل شوط أول سيء، والصراحة إن النادي الأهلي أي حد كان بيشوف المباراة في الشوط الأول ما كانش يتوقع أبدا إن نتيجة المباراة هتخلص بالنتيجة دي، نتيجة 5-2. الأهلي عمل شوط أول سيء وضعيف، وخاصة من الجبهة اليمين جبهة أكرم توفيق، والتغطية اللي كان بيعملها يوسف أيمن ورا أكرم توفيق، هما الاثنين كانوا غير موفقين بالمرة. الاثنين تقريبا ما كانوش شايفين قدامهم في الشوط الأول، وحصل أكتر من هجمة من ورا أكرم توفيق من ورا يوسف أيمن، والاثنين كان بيبقى وراهم مساحات في المرتدات لفرقة سيراميكا. نادي سيراميكا شكل أكتر من هجمة خطيرة، سواء عن طريق أحمد بالحاج أو القندوسي أو زلاكا. الثلاثة كانوا عاملين جيم كويس جدا هجوميا، خاصة في الهجمات المرتدة، وزلاكا قدر كمان ان هو يستغل غلطة لأكرم توفيق ويلبسه ضربة جزاء، قدروا يحرزوا بيها هدف التعادل. وطبعا مع توالي الهجمات القوية لسيراميكا، كان التألق من الحارس اللي كان فايق وكان في حالته محمد الشناوي، واللي فعلا حرفيا في الشوط الأول هو اللي كان شايل النادي الأهلي، واللي كان يشوف المباراة ويسمع الكلام اللي انا بقوله في الشوط الاول ما كانش يتوقع ابدا ان نتيجه المباراه هتخلص حتى في الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي، لان تقريبا الشناوي شايل في الشوط الاول بس حوالي 3 اجوان، منهم كورتين انفرادين كانوا ممكن يصعبوا جدا اللقاء على النادي الاهلي في حال ان الكورتين دول دخلوا. ولكن محمد الشناوي الحاله اللي كان بيأدي بيها كانت حاله ممتازه، وهي اللي قدرت تخلينا نخش الشوط الثاني واحنا واقفين على رجلنا. وكمان طبعا ما نقدرش ننسى الهدف المميز اللي قدر يسجله وسام ابو علي في نهايه الشوط الاول. في نهايه الشوط الاول وسام ابو علي جات له ضربه ثابته قدر يسددها مباشره في المرمى، خبطت في احد اللاعبين او المدافعين من فريق سيراميكا، وغيرت اتجاهها عشان تخدع حارس مرماهم محمد بسام، ويخرج النادي الاهلي في الشوط الاول متقدم رغم الاداء السيء. عشان النادي الاهلي يخرج من الشوط الاول وهو بيكسب رغم انه ما بيلعبش، يجي الشوط الثاني ويحصل زي ما نقول بقى دش ساخن من كولر للاعبين بين الشوطين. كان بيعمل ايه معاهم في غرف الملابس؟ يمكن يكون جري وراهم حتى بالخرزانه، ما نفهمش ايه اللي حصل بالظبط، بس لاعبين نازلين فايقين واقفين على رجليهم. مروان عطيه الشوط الاولاني ما كانش شايف قدامه، احمد حسن كوكا ما كانش شايف قدامه، خرج احمد حسن كوكا، خرج يوسف ايمن، عمل تبديلات، خالد عبد الفتاح نزل لعب مساك، قفشه نزل في الشوط الثاني، الفرقه ابتدت تقف على رجلها. بدأنا الشوط الثاني بكرة عرضية من طاهر محمد طاهر عشان يحطها وسام أبو علي ويحرز الهدف الثالث، وتبدأ تتوالى الهجمات وتتوالى الخطورة. الحقيقة إن اللي بيسمع أو اللي بيشاهد المباراة هيفتكر، أو اللي سمع نتيجة المباراة والجزء الأولاني اللي أنا قلته على الشوط الأول، هيفتكر إن المباراة كانت متكافئة، وإن لولا تألق الشناوي الماتش كان يخلص مثلا 5-3 5-4 والنتيجة تبقى متقاربة. بس في المباراة ديت الشوط الثاني الاهلي عمل شوط مختلف تماما، الاهلي عمل شوط من اقوى الاشواط اللي شفتها للاهلي في الفتره الاخيره، وعمل نتيجه كويسه جدا. الاهلي على الاقل مضيع 3 اجوان غير الاربعه اللي جابهم في الشوط الثاني. الماتش ده كان ممكن يخلص رغم تالق الشناوي، كان ممكن يخلص على الاقل 7-8 وممكن يوصل ل9 و10 اجوان كمان للنادي الاهلي. طاهر محمد طاهر مضيع جون، قفشه مضيع جون، امام عاشور مضيع كوره في العارضه، كرة للشحات برضو كان ممكن يخلص بيها اكتر من كرة. النادي الاهلي كان خطير جدا في الشوط الثاني وكان عامل شوط فوق الممتاز. بعد هدف وسام المباراة ابتدت تفتح، وبدأ الاهلي يلعب على المرتدات، تراجع الاهلي وبدأ يلعب على المرتدات، وقدر من المرتدات ان هو يعذب حرفيا فريق سيراميكا. الاهلي بهجمة مرتدة من كرة بأسيست الامام، هدف تتحول لهدف عن طريق حسين الشحات عشان الاهلي يحرز الهدف الرابع. وفي الجول الخامس الاهلي احرز هدف ينسب الفضل بنسبه 70-80% منه، 70-80% منه ينسب الفضل فيه لوسام ابو علي. ازاي؟
وسام ابو علي ضغط على المدافعي سيراميكا في كوره تقريبا ميته ما فيهاش اي حاجه، ما كانش فيها خطوره للنادي الاهلي عشان يغلط المدافع، فالكوره تروح لطاهر محمد طاهر في هجمه مرتده يقوم حاططها لوسام ابو علي اللي بيقف ويتقل على الكوره، ورغم ان طاهر كان اتقدم وتخطى المدافعين وكان هيبقى في مرحله الاوفسايد، استنى عليه لحد ما طاهر يعدل من وضعيته او ياخد وضع يبقى مش اوفسايد فيه، ورجع عمل له اسيست ممتاز عشان طاهر يفنش بهدف خامس عشان الاهلي ينهي المباراه باحسن شكل ممكن ويخرج كسبان في اول مباراه ليه في الدوري بنتيجه 5-2 عشان يعلن عن عوده المارد الاحمر للدوري المصري. النادي الاهلي عمل مباراه قويه جدا خاصه في الشوط الثاني، يمكن الشوط الاول الاهلي ما لعبش ولكن كان قادر انه يكسب، ودي حاجه كويسه جدا ومهم جدا انها تكون موجودة عندنا في النادي الأهلي أو متمركزة في عقلية اللاعيبة. لازم يبقى في ذهننا إن حتى لو ما كناش في يومنا وحتى لو ما كناش قادرين إن إحنا نأدي أداء كويس إننا لازم نخرج كسبانين. ده حرفيا اللي حصل في الشوط الأول، وكان مهم جدا إننا نخرج متفوقين في الشوط الأول عشان نقدر نعمل اللي عملناه في الشوط الثاني. طبعا لحد كده الفيديو بينتهي، ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد الفيديوهات، وشاركوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. مهم جدا انك تعمل اعجاب للفيديو لان ده بيساعد على انتشار الفيديو اكتر، ومهم جدا انك تشترك في القناه عشان تقدر تشوفني وتشوف جديد الفيديوهات اللي هننزلها في الفتره اللي جايه. شكرا لكم، كان معاكم احمد عبد المرضي، انتظروني في فيديو جديد وسلام.